بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون معانا محمد ابو العلا، كابتن محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك السابق. هنتكلم شويه على ماتشات الدوري ولقاءات النهارده والنتائج اللي حصلت النهارده. 3 لقاءات اتلعبت. قدر فريق المقصه يفوز فوز كبير جدا جدا على الاسماعيلي في اسماعيليه 4-1، وكمان بتروجيت قدر يفوز على الاتحاد السكندري 2-0 في استاد اسكندريه. ونقدر نقول اللقاءين دول الضيوف هم اللي بيكسبوا. بتروجيت قدر يفوز الفوز الثاني على التوالي الكابتن طلعت يوسف مع بتروجيت، ولكن المباراه دي بصراحه الاتحاد السكندري اتظلم في ضربه جزاء تم احتسابها، اللي هي الهدف الاول. كرة مش ضربة جزاء خالص، ولكن قدر بتروجيت يجيب ضربة جزاء تانية ويحرز الهدف التاني ويفوز ب3 نقاط غالية. لكن ضربة الجزاء الأولى بصراحة عشان نبقى محقين، ضربة الجزاء الأولى اللي اتحسبت لبتروجيت مش ضربة جزاء خالص. الكرة خبطت في صدر مدافع الاتحاد السكندري وافتكرها طارق مجدي حكم المباراة إن الكرة ضربة جزاء. الزمالك وفوز كبير وعريض على غزل المحلة 5-0، ونقدر نقول مباراة سهلة لنادي الزمالك ونتيجة كبيرة يقدر يخرج بها نادي الزمالك من هزيمة طلائع الجيش في الأسبوع اللي فات، ويرفع رصيده نادي الزمالك إلى 16 نقطة. ولسه للزمالك خلي بالكم لسه 3 ماتشات مؤجلة. ده جدول ترتيب الدوري الممتاز. المقصة بعد فوزه النهاردة بيعتلي قمة الدوري المصري برصيد 21 نقطة. المقصة بتقدم كورة ولا أحلى مع الكابتن إيهاب جلال، عوضوا كمان خسارتهم الأسبوع اللي فات من الداخلية. لكن النهارده كوره جميله جدا، والشوط الثاني سيطره تامه. يمكن الشوط الاول كان متكافئ، نسبيا كانت المقصه افضل، ولكن الشوط الثاني الامور كانت واضحه جدا. المقصه مسيطر تماما وقدر يحرز 3 أهداف في الشوط الثاني وتفوق تماما على النادي الاسماعيلي، اللي بنقدر نقول الاسماعيلي متاثر بالاحداث اللي بتحصل في الفتره الاخيره، موضوع حسني وموضوع ميدو، فده كان مأثر بشكل كبير جدا على اللاعبين النهارده. المقصه في المركز الاول، ولكن المقصه لاعب لقاءاته كامله 10 لقاءات. داخليه لسه عنده لقاءات قادمه ان شاء الله، عنده 8 ماتشات بس لعبهم. الزمالك كمان لعب 7 ماتشات. في انديه كتيره لسه ماتشاتها قليله، لكن المقصه بيثبت انه فريق اعتقد قادر على المنافسه السنه دي بعد الفوز الكبير على الاسماعيلي 4-1 في الاسماعيليه.